هشام. اتفضل يا هشام. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يسترك يا رب. الله يخليك. معلش انا بس عندي حاجه، سؤال كده عايز اساله. ايوه. انا عندي اختي كانت متجوزه لواحد له مركز كويس ودنيته كويسه جدا، وما حصلش نصيب، يعني الدنيا ما كملتش، بس بعد فتره وعندها طفلين. تمام. علاقات له علاقات، وما خلاص هي ما استحملتش، فقالت انا عايزه اطلق. طيب. تمام. اتطلق. بعد فتره احنا بنحاول ان احنا نصلح، بس هو كان مؤدب جدا ومحترم جدا وكلنا بنحبه. الله يفتح عليك. هو علاقاتهم يعني النسائيه هي اللي خلتها تطلب الكلام ده. الايه يا فندم؟ علاقات تانية، فخلاص هي مش قادره انها تتحمل العلاقات التانية بتاعتها. ممتاز ممتاز. تمام. ومحدش عارضها في حاجه، وخلاص ده حقك وده اختيارك. بس اسمح لي احييك، انتوا ناس محترمين قوي. الله يخليك. طبعا. ما هو ما حدش، ما انا بعالج لسه الموضوع يا هشام، ان اللي بيطلع القطه تفص، فكونك تقول هو شخصيه محترمه وبرغم ان اختي كذا. الله يفتح عليك يا رب، والله يا رب يا رب يا رب تدوم كده، يا رب تدوم كده. الله يخليك. اتفضل. وقتها وطلعنا عمره، قلت لها عشان تقدر تفكر ان احنا عايزين ان البيت يتصلح تاني ويرجعوا لبعض. هو عارف غلطه وبدا ان هو يصلح الحاجات اللي فيه، بس هي مش قادره تتقبله. الايه؟ هي مش قادره تتقبله تاني. هو جه عرض العوده. جه هو ووالدته وقعدوا واتكلموا وكل حاجه. مفيش حمل حصل يا هشام ولا حاجه؟ نعم. مفيش حمل حصل؟ لا في طفلين. طفلين؟ كبار. لا انا افتكرت، سمعت كلمه ما كملتش يعني. لا في طفلين. لازم يرجع، لازم يرجع، وهي توحد الله وتصلي على النبي وتفكر. مش توحد الله وتصلي على النبي، لا توحد الله وتصلي على النبي وتقرا البرده بتاع البوصيري وتقول يما القمر على الباب خبط اناديله، بس لازم تفكر. نمره 5 ده اهم من اللي فاتوا دول. مش دي المشكله. المشكله ان انا خدتها وطلعنا عمره، ان احنا تقدر ان هي تفكر تبعد عن اي مؤثرات. رجعت برضو ما فيش. ايوه. وبعدين اكتشفت او اللي حصل، لقينا واحد معاها في الشغل جاي يتقدم لها. الواحد ده له اساسا سابقه معايا انا شخصيا. هو سليط اللسان وادبه قليل. تاني الجمله الاخيره. وادبه قليل. لا تاني الجمله الاخيره، في قبل ادبه قليل دي جمله كلمه. ليه يا فندم؟ انت قلت معرفش ايه وادبه قليل، اللي قبل الواو ايه؟ اللسان. ابن خالك؟ ايه؟ ابن خالك؟ لا ده واحد. هو زميلها في الشغل. وعارف انها مطلقه وانتهت. عارف، وهو كان معانا واحنا عارفينه، وهو عارفنا وعارف حياته وعارف حياتنا. كويس قوي ده. وصديق. طب كويس. من بعيد لبعيد. يعني عارفينه. عارفينه ومش يعني. وهي عايزاه. ما هو لحظه واحده يا فندم، هي المشكله مش فيه. تاني بص هقول لحضرتك على فندم، هي الفكره كلها ايه؟ الجواز ده مبدأ، محدش فينا رفضه، ده حقها. تمام؟ طبعا. ده حق ليها هي تقره، بس احنا يعني بنتكلم في الاختيار مش في المبدأ. انا فاهم طبعا. تمام. الاختيار، الراجل ده له موقف معايا انا شخصيا في قله ادب، وهي عارفه دي والناس كلها عارفه بيه. تمام. الراجل ده لسانه طويل. مراته 3 مرات اللي قبليها، كل الناس اللي عارفاه عارفه طول لسانه وعارفه قله ادبه وقله ذوقه. ايوه. لا انا ولا والدتي ولا اخويا موافقين. والسبب الشخص، احنا ما بنعترضش على المبدا، بس انا بستغرب قوي كلمه هي عارفه دي، ما انا كنت هقول لك عرفها وناقشنا فانت قفلت الباب عليا. وبتقول ايه يا فندم؟ عارفه وبتقول برضه ايه الادب والصلاه، بس انا عايزاه. ووصل ان هو وقعنا في بعض، يعني وصل ان احنا خلاص احنا يعني انا مثلا انا وهي، لان انا معترض، لان انا يعني الفكره كلها. لا بقى هشام وقفني 3 ثواني من فضلك حوالين ان هي عارفه وبتقول. عارفه وبتقول يعني بتقول انا عارفه ان لسانه شبرين. بس هاخده. بالظبط. هشام من فضلك. في حته تانية لازم اعمل كومه واقولها لك، ما يمكن لسانه طويل معاك ومع الدنيا، بس عندها ملوش لسان. ما هو يا فندم احنا ما لا رد عليا من فضلك من فضلك. ما اعرفش العلاقه بينهم ايه، لان احنا لا ما فيش علاقات ولا حاجه، لا يعني انا قصدي ما هو زميل وبيكلمها، فممكن يكون شوارعي مع لحظه ممكن يكون شوارعي مع الدنيا كلها. طب يا فندم وعندها من فضل يا فندم، انا بقول ممكن يا فندم، انا بقول ممكن. وهو عندها فرخه بكشكين ويقول لها ويعمل كده
وبتاع، وممكن تكون هي ناقشته اتوانس بتاع ده، اسف الموضوع بتاع هشام ركز معايا. ممكن لحظه واحده، ممكن تكون هي ناقشته. امال ايه حكايه لسانك الطويل ده كده وانت معايا بتنقط سكر وسبقت احمد شوقي المتنبي يقولها عشان يا فندم انا ربنا يعلم بقى بالنيات لكن نهارك سعيد فل سنه يا ابن 66. ممكن جدا يبقى عنده المفارقه دي فعاجبها، بس هينضح برضه، يعني هينضح. هو انا هشام لا ارى غير المناقشه الهاديه وتبادل. هقول لك اصل موضوع طول اللسان ده زي ما قلت لك فيه تفصيل. تفصيل يعني ايه؟ يعني قد يكون لحظه، قد يا فندم قد يكون سليط اللسان. انا يهمني، شوف انا يهمني ان الراجل ده على خلق، واللسان من اول الخلق. لا يا فندم احنا ماشيين. لو مسك اختك دي وغسلها بكلمات سيئه، اختك بالتربيه النبيله بتاعتك دي هتموت، هي هبله ومش عارفه حاجه. بالظبط. لو الولد ده بهذه الطريقه مع الكل، ومش مثلا ما احنا هنظبطه ونقول له حتى لو كان مع الناس وحش ومع اختك حلو هنقول له اتق الله في كل الناس. جميل. افرض ان هو متعصي، وافرض ان هو صنايعي وعرف يبقى لسانه شبرين مع الاجانب ومعاها بيقول لها يا جميل يا مسبسب واتجوزته ومسكها الصبح بقى ردح. حلو. الردح ده عند البنات المتربيه، انا من عباراتي زمان قلت اللي بيردح ده الفوله بتاعته واحده بتردح زيه. لا علشان لحظه يا فندم، علشان خاطر لو خد بنت ناس محترمه وابتدى في موشح الردح قبل ما يخلصوا هي هتموت، لانها لا اتعودت على ده ولا باباها علمها كده ولا 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 فهي هتنتهي. يا اما هتغير هي النظام والفلسفه وتبقى زيه، ويبقى بدل ما نجوزها نسعدها، لا اشقيناها بان اكتسبت منه خلقه فصارت زربه اللسان كما انه زرب اللسان. يبقى دي خيبه. ادينا اختنا ما بتستحملش ريحه الهواء اللي فيه دخنه صغيره لواحد مدخن شرس خلاها مدمنه وبتجيب الجوزه بتجيب السيجاره وتشرب. يبقى احنا ميلنا بختها من ناحيه تانيه. فالمفروض انا زي ما قلت لحضرتك حوار هادئ بان ده عارفينه مش بعيد عننا ولسانه كذا وانت مش هتتعودي على ده ومش هتستحمليه. اهدي شويه وفكري شويه. شريطه ان تكون صادقا فيما ذكرته لي بان البيه لما جه انتوا عندكم ميول، ولو انا مكانك هيبقى عندي الميول ان جوز اخت اللي مطلقها اللي جايب منها جوز اولى. وربنا قال الكلام ده على فكره وبعولتهن احق بردهن في ذلك لو كان في حمل. ما بالك والحمل نزل وبقى جوز. يبقى لو الست وفت عده شوفوا حكم الشرع بقى. امرأة طلقت ووفت عده وجاء الخطاب يخطبونها، ومن هؤلاء الخطاب الذي طلقها اللي هو ابو العيال. الحكم ان ابو العيال اولى وبقيه الطابور يروح، علشان ابو العيال الله هيعرف يربي معاها العيال الله وهيستحمل العيال. غير ابو العيال هيشوف تضاريسها حلوه قدامه هيمثل انه هيبقى احن من ابوه بعد ما يدوس. وانا متاكد وعلى الهوا ولساني مش فالت يعني، بعد ما يدوس على التضاريس ويجيب اخرها هيصبح الصبح يلاقي العيال بتوع الراجل الاخر الانذر مان كانهم عزرائيل وكانهم شيخائيل وكانهم اي حاجه، مع ان ملك الموت ما اسموش عزرائيل يعني، قصدي البعبع يعني العو. هيشوفهم دول سبب وهيموتهم وهيموتوا بعض وهتبقى عيشه معفنه الا من رحم الله. فابو العيال اولى، بس في شرط. ربنا ما قالش ابو العيال اولى ارجعي له وريما هانم ترجعي لعادتها العجيمه سدى، لا. قال ان ظن وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان اراد اصلاح. يعني اذا ارادت الست اصلاح واراد الراجل اصلاح وهو قال لها زي ما حضرتك قلت لي هتخلى عن سيء عاداتي ومش هكلم سوسو تاني على الشات وهقطع علاقتي بنيفين مع ان نيفين حبيبتي تعليميه وهعمل وهساوي وحلف لها بوكيل الايمان وانا بكسل بعد الدور. لا انا اشتغلت من يوم ما طلقتك وكسبت 5000 جنيه زياده في الاوفر تايم وهنعمل كذا وكذا لاولادنا ونجيب شقه جديده ونعلق فانوس قبل رمضان ما يجي. بس معانا وليد. اتفضل يا وليد. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم.
والله يا دكتور مبروك، انا عندي مشكله وعايزك حضرتك ترد عليا بما يرضي الله فيها. طيب. انا متزوج حضرتك وعندي ولد وبنت. طيب. سامعني يا فندم؟ ايوه معاك. وعندي دلوقتي انا في مشاكل كبيره بيني وبين مراتي وقبل كده اتطلقت ورديتها ورجعتها. دلوقتي هي برضه موافقه على الطلاق، برضه عايزه تتطلق تاني بقالها 3 شهور. انا حاولت محاولات، يعني مش قادر اقول لك، محاولات مميته مع عشان كل ايه؟ أهلها. طب عشان ايه الاصرار ده؟ ما تقول لي يا وليد. الاصرار هي مش راضيه بالعيشه. ليه؟ هي الزوجه يا فندم مش راضيه من ناحيه ايه؟ مش راضيه من ناحيه الماديات مش عاجباها. بتطلب في زياده. انا اللي انا بقدر عليه بعمله. هي طبعا. موظفه، فالماديات برضو يعني حجمها شويه. فبتتكلم كتير في ماديات، مرتبطه بعيلتها كتير جدا. انا لجأت لكل كبير وكل صغير، ما حدش بيحكم عليها في حاجه. الشغل مسيطر عليها جامد جدا، حاطه ان الشغل ده حاجه هو سند ليها في الدنيا. صح. فانا تعبت وانا مش عايز اطلق، صعبان عليا عيالي. اوعى. وحاولت كتير اوعى. طب ما هيبقى لها 3 شهور حضرتك. اوعى وماله، تبقى 3 سنين ولا يهمك، هتسمع الموعظه الحسنه وربنا هيعلمها. لا بقى اصل النار يا وليد بتبقى ولعه، وانت من لهجتك معايا انا حاسس انك انت عصبي زي حالاتي. ايوه يا فندم، ايوه يا فندم، ايوه. لو انا غلطان قول لي. لا كلامك صح يا فندم. يا فالعصبي ده صوته. استنى والنبي يا وليد، الله يخليك الله يخليك يا حبيبي. اتفضل. شوف في بيت شعر لو انت جدع تكتبه ورايا. اتفضل حضرتك. يقول: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. يعني لما الواحد ماديته تبقى تعبانة يقوم يصنفر لسانه ويطلع قطرات من الندى على جبين الزهر في يوم بلا غيم ولا ضباب. يقوم هي تعيش في حالة السكر الحلال، تتسطل في الحلال، الخمرة الحلال دي. تقوم يا فندم من فضلك انا فاضل لي 3 كلمات. لا رد اتفضل، انا ولا يهمك قول. معلش انا اسف المقاطعه يا دكتور مبروك. على فكره يا دكتور مبروك، انا اول مره اتكلم في مكالمه على التلفزيون. ده شرف لي انا. ده يا فندم ده انا اتشرفت بحضرتك. الله يسترك. اخ اكبر ليا. ده شرفني. انا عشان من حبي ليك حاولت ان انا اتكلم مع حد يريحني نفسيا. طبعا انا عملت كل ما يخطر على بالك. ايوه عملته مره يا وليد. انا بقول لك ده منهج حياه يا حبيبي. في فرق والله والنبي يا وليد، في فرق يا حبيبي، في فرق بين مره انا عملت ده ولا خليه منهج حياه ارجوك. ما عندهاش استجابه يا فندم. ما فيش حد بيقول الصح والغلط. انا هقول لك على بعض الاسرار وانت قول لي عليها عشان اغلطها واغلطها لو كانت بنتي ولو كانت اختي هغلطها. هو حضرتك وعدتها قبل الجواز بحاجات وما وفتش ماديه اخفيت عنها حاجه. لا والله يا فندم. ومع هذا كانت راضيه ومبسوطه وخلفت منك. انا معايا ولد وبنت يا فندم. انا بقى بقول لها وكل اللي جابوها ذكرانا واناثا اتقي الله في الراجل ده ابو عيالك اللي ما خباش عليكي مستوى، وانت اللي رضيتي وانت اللي فرحتي ورحت اتمنجهتي وبصيتي في المرايه وبقيتي مدام، مش عشان بقيتي مدام او ام تدلقيه في الشارع لقله مستواه المادي. وانت ما دمت بتشتغلي ما تحطيش شغلك في قصاد الكارثه بتاعته الماديه. انت كده بتقولي له احسن منك شغلي، وانا سمعت منه كلمه سند الوحيد. يعني انت مش قادر تصرف على البيت، وممكن تكون قالت لوليد كلمه زي الطوبه، وبكره كمان ممكن ما تلاقيش تاكل. اروح فين بعيالي مش عيالنا. عندنا شروخ كتير، عندنا الدنيا كده. عشان نعدلها لازم نقول للبنيه وليد موافق على شغلك على اعتبار انك بتساعديه ويبوس ايديكي يبقى هو ده، لكن لو جاب لك برتقانه قولي له بشغلي كله عشان خاطر ولادك يا بابا، وما تهديش عشك يا بابا. واذا كان وليد عصبي فغصب عنه، لان الحاله الكرب بتجيب العصبيه، الحاله الزنقه بتجيب الخنقه. لما الواحد يقول ابويا عطيه ابو زيد الفلاح القديم الله يرحمه وامي وموتى المسلمين قال لي ذات يوم مبروك، قلت نعم يا ابويا. قال اتدري ما امر من المر؟ قلت له لا امر منه. انا مفكر نفسي حافظ كاني هسمع عبس وتولى في الكتاب لسيدنا وهيسقيني شاي عم منعم الدناصوري. الله يرحمك يا شيخ عم منعم الدناصوري، ما حدش في البركه عارفه دلوقتي الا كام نفر كده قليلين. يعني الباقي كل ما اسال الشباب عارفين الشيخ عم منعم الدناصوري يقولوا ما نعرفوش. اللي هو محفظني انا القران في سيدي عبد الرحمن، فكان يعمل لي كاسه شاي صغيره كده مكافاه لان انا كنت شاطر قوي قوي. فقلت له ابويا الامر منه؟ قال لا امر من المر يا مبروك انك تقول يا ابويا اديني جنيه وما يكونش معايا. شوف اتعلمت من الراجل ايه الله يرحمه. شوف ده امر من المر يا هبله.
امر من المر عند وليد انه شايفك محتاجه حاجات نفسه يغطيها ويزيدك بس مش قادر، انيبل. بقول له هو طبطب عليها وسيبها لما تهدى، وبلاش تقف قدامها زي الديوك. في مليون حالة طلاق حصلوا بمغضبة من ربنا، اللي هي بتاع يلا ناخد قرار دلوقتي. لو انت راجل طلقني يلا دلوقتي، ما هي كده كده مش نافعه، يلا دلوقتي، بلاش دلوقتي، احنا مش هيطير الطلاق. اوعوا تستنوا في آية هتيجي تنسخ آية تاني، خلاص سيدنا محمد مات، انك ميت وانهم، نعم يا فندم.